تعال اوريك النظام الميكانيكي اللي جوه في نظام عبقري اسمه سبرينج لاتش سيستم او نظام النابض والمزلاج. العضلات بتبدا تتقلص وتشد الطاقه، لكن بدل ما تخرج فورا بتتحبس جوه حاجه اسمها ميرال سبرينج، النابض المرن. المانتس بيقفل الطاقه دي بمزلاج ثابت، ولما يقرر يضرب المزلاج بيتحرر فجاه والنابض يفرغ كل الطاقه اللي جواه مره واحده. النتيجه ضربه اقوى من وزن جسمه بالاف المرات. العلماء لقوا ان كل ده بيحصل في اجزاء من 1000 من الثانيه. العضلات تسحب، النابض يشحن، المزلاج يتحرك، والمطرقه تطلع بسرعه مجنونه وتلف لحد ما توصل لهدفها. وبسبب السرعه دي بيتكون تجويف ضغط يولد فقاعه انفجار كبيره اسمها كافيتيشن بابل. الفقاعه دي لما تنهار بتطلع طاقه حراريه والضغط يكسر الصدفه حتى لو الضربه نفسها ما لمستهاش. العلماء في جامعات زي هارفارد ودوك بيدرسوا المانتس شريمب علشان يصمموا منه روبوتات ودروع تقدر تخزن طاقه وتفرغها بنفس المبدا. يعني الكائن ده مش بس ملاكم، ده ملهم لتكنولوجيا المستقبل. نخش بقى على العين اللي خلت العلماء يدوخوا. احنا البشر عندنا 3 مستقبلات لونيه، احمر واخضر وازرق، RGB. المانتس بقى عنده 12 ل 16 مستقبل لوني، وبيشوف الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء كانها عاديه جدا. العين دي تقدر تميز بين انواع الضوء المستقطب اللي احنا حتى ما نفهموش. يعني المانتس شايف العالم بنسخه الترا HD 16K، واحنا لسه ستاف عالقين في الاس دي والاتش دي. ده خلى العلماء في جامعه نورث كارولاينا والينوي يقلدوا عينه ويصمموا كاميرات ومستشعرات طبيه تقدر تكتشف السرطان او الاجسام الدقيقه بطريقه اسرع من البشر. قول لي بقى، وعندك كام بالقوه دي في الحوض؟ هتاكله ولا هتشغله معاك بودي جارد؟ يعني عشان تعرف اللي وراك واللي قدامك.